بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم مع بعض بعد ما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن بعض أخبار النادي الأهلي أو بعض لعيبة النادي الأهلي. هنتكلم عن أكرم توفيق بالذات. في أخبار بتقول إن أكرم توفيق وقع لنادي الشمال القطري واتفق على المقابل المادي. أخبار بتقول إنه وقع 3 سنوات، السنة الأولى ب900,000، السنة التانية مليون دولار، والسنة التالتة ب1.5 مليون. لكن في ناس تانية بتقول لا، لم يوقع. فالسؤال: هل وقع أكرم توفيق لنادي الشمال القطري أم لم يوقع؟ هو كان المفترض أو في اتفاق بين أكرم توفيق وكابتن محمد رمضان على أنهم يقعدوا عشان يبحثوا تجديد عقد أكرم توفيق، لأن النادي الأهلي مقدم عرض لأكرم لتجديد عقده ب65 مليون جنيه على 5 سنين متدرجة وخالصة الضرائب. لكن أكرم توفيق اعتراضه على إن مش عايز 5 سنين، عايز 3 سنين في الفئة الأولى. فعشان كده هيقعد الكابتن محمد رمضان وأكرم توفيق مع نادر شوقي اللي هو وكيل أكرم توفيق، لأن أكرم بيطالب بأنه يتساوى بالفئة الأولى زيه زي لاعيبة الفئة الأولى، اللي معظم اللعيبة أو كل اللعيبة منتظرين تعديل قيمة الفئات عشان الفئات قيمتها تعلى قبل ما يتفقوا على تجديد العقود. في معلومة في النادي الأهلي، ده خبر تاني، معلومة في النادي الأهلي بتقول إن اللاعب الذي لن يجدد عقده مع النادي حتى 30/5 لن يلعب كأس العالم للأندية. اللاعب الذي لن يجدد عقده مع النادي حتى 30/5 من اللي هم اللي عقودهم هتنتهي بنهاية هذا الموسم لن يلعب في كأس العالم للأندية. خبر ثالث: المفترض ان كان في اجتماع بين لجنة التخطيط ومارسيل كولر، لكن الاجتماع ده اتأجل بسبب وعكة صحية او ونزلة معوية شديدة جات لمارسيل كولر ومنعتهم حتى من الحضور لتدريب اليوم. مارسيل كولر غاب عن ميران اليوم بسبب وعكة صحية ونزلة معوية حصلت له النهارده. ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي. طب نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن أخبار نادي الزمالك. هو لغاية دلوقتي نادي الزمالك لم ينهي تعاقده أو لم ينتهي من تمديد أو تجديد عقده مع زيزو. الكلام رايح جاي، حتى إن زيزو وصل آخر حاجة، والده توصل أو أبلغ نادي الزمالك بأن زيزو منتظر، ما عندوش مشكلة لما تجددوا الباقي اللعيبة، عشان محدش يقول زيزو هو اللي خد فلوس النادي وبقية اللعيبة اتحرمت من تجديد عقودها بسبب نقص الأموال بسبب عقد زيزو. فالراجل الحاج مصطفى أو الكابتن مصطفى والد زيزو اقترح على النادي جددوا بقية اللعيبة الأول وبعدين احنا موجودين مع بعض، مش هنروح بعيد، احنا موجودين مع بعض. هو الأرقام متفاوتة، زيزو عايز رقم ونادي الزمالك عارض رقم مختلف، على أساس إن يتم سند رقم بتاع نادي الزمالك بأرقام أو بمبالغ تيجي من خارج النادي، من محب النادي.
من رجال أعمال النادي. ده بالنسبة لزيزو ونادي الزمالك. في خبر بيقول إن زيزو وقع للشمال القطري. خبر بيقول إن زيزو، أو في كلام بين نادي الشمال القطري وزيزو. نادي الشمال القطري عارض على زيزو 2 مليون و200 ألف دولار في السنة في الموسم، وزيزو طالب 3.5 مليون دولار في السنة. فبرضو يعني لسه الخبر ده مش أكيد، ما تأكدش إن هل وقع زيزو لنادي الشمال القطري أم لم يوقع. هل سيوقع زيزو لنادي الزمالك أم لن يوقع. فالكلام في النقطة دي رايح جاي بين زيزو أو والد زيزو ونادي الزمالك، وبين والد زيزو ونادي الشمال القطري. واللي هيسرع، اللي هيسبق، هو اللي هيوصل. آخر خبر من نادي الزمالك أو الخبر الثاني، إن بنتايك لاعب نادي الزمالك طلب قطع الإعارة في يناير، لأن النادي أو الفريق البلجيكي عايز يقطع إعارة بنتايك من الزمالك وعايز يبيعه. ولذلك الزمالك بيقال إنه سوف يفعل بند الشراء بالمليون دولار على قسطين عشان يقطع على النادي قطع أو طلب قطع الإعارة لبنتايك من الزمالك، لأن الزمالك مستعير بنتايك مع أحقية بند الشراء بمليون دولار. دي كانت أخبارنا عن الأهلي والزمالك، ونشوفكم في لقاءات قادمة ونقول السلام عليكم.